بعرف اغني كنت نفسي اطلع مذيعه. كنت بجيب آه. شرايط الكاسيت الفاضيه واجيب الجورنال واقعد اقرا زي المذيعين بتوع الاخبار الله. واسجل وتسجلي. لنفسي ما شاء الله. وانا طفله صغيره ما اعرفش بقى ونسيتي الحلم بلعب ده. ونسيت الحلم ده مع اول اكتشاف اني بغني. خلاص شكرا مفيش مذيعه، انا هطلع مطربه. في يوم من الايام وانا جوه ستار اكاديمي، كانت هند خليفه طبعا المذيعه اللبنانيه العبقريه اللي هي كانت بتذيع ستار اكاديمي من اول سيزون لحد اخر سيزون. كانت الحلقه دي مش موجوده، قالوا خلاص هنجيب رنا وعبد الله. كان عبد الله معايا في نفس السيزون، كان سعودي، هم اللي هيذيعوا الحلقه النهارده. ودي كانت البدايه. طلعتي موهبه المذيع اللي جواكي. قعدت بقى ايه، عملت حلقه كده وخلاص ومش عارف ايه. اول ما خرجت من البرنامج جالي برنامج تاني اصوره كمذيعه بقى. حلو قوي. وكان نفس انتاج الشركه المنتجه لستار اكاديمي. وانا في لبنان بصور البرنامج جالي الستات ما يعرفوش يكذبوا ويك اند. مضيت وانا في لبنان. حلو قوي. خلصت الستات ما يعرفوش يكذبوا، جالي 90 اللي هو بقى البرنامج بتاعنا اللي بقى لنا فيه سنين كتير قوي. ما شاء الله. يا رب يزيدك عشان دايما هو ناجح فكده حاجه طبعا. الحمد لله. بس طب ايه الدور لو اتعرض عليكي هترفضيه تماما مش هتفكري؟ دور كرو يعني كرو دي لا، ما اعتقدش ان في حاجه اسمها كرو. صح، احنا بروفيشنال بنشتغل مع اي حد. مع اشتغلي مع كل الناس. المهم بس انه يدفع القسط في ميعاده. يدفع اصلا. بالظبط. انتوا عندكم ازمه كبيره. طبعا. بس ايه الدور اللي مش ممكن اعمله؟ يعني الحاجات اللي مش شبه، يعني انا مش ممكن اعمل ادوار اغراء مثلا، مش بتاعتي. يعني الحاجات اللي انا مش هقدر اعملها مش هعملها. لو دور حاسه ان هو مش انتي او مش هيضيف لك او كده؟ لو مش هيضيف لي مش هعملها. طب انتي عارفه انك شبه سعاد حسني؟ الله. انا بقى بتبسط قوي 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 لما حد يقول لي كده. انتي قمر شبهها بالظبط. ده انا بموت فيها، دي الايدل بتاعتي. طبعا استاذه سعاد حسني نجمه كبيره، فنانه شامله وايدل طبعا بتغني بترقص، بتغني وبتمثل، عامله زي كده رنا. والله العظيم. بس انت احسن منها بقى. لا هي ما عملتش برامج. ايوه صح. خدي بالك، شفتي بقى؟ ايوه احنا اجمل. طب ما تسمعينا بقى حاجه كده لسعاد حسني. بصي انا ممكن اختار لك انا الاغنيه. ماشي. بانو بحبها قوي. اديني كده كوبليه حته. تقول بانوا على اصلكوا بانوا على اصلكوا والساهي يبطل سيانو. الله. ولا غنى ولا صيت، دول جنس غويط وكتاب ماي بان من عنوانه وبانوا. ايوه بانوا. الله عليكي يا رنا. والله ممتعانا. يعني هم دلوقتي عايزيني اخرج فاصل وانا مش عايز اخرج. فعلا والله ما عايز اخرج. اخرجوا انتوا بقى. يعني غصب عننا هنخرج فاصل ونرجع لكم على طول مع النجمه الجميله القمر، حبيبه قلبي، حبيبه قلوبنا كلنا، رنا سماح. ورجعنا لكم تاني مع القمر الجميله اللي منورانا بروح حلوه، رنا سماح. دلوقتي بقى عندنا فقره جامده جدا. انا عايز اسالها قبل الفقره. ايه عندها؟ انا عرفت ان انتي صاحبه جامده جدا. عندك صاحبه معاكي في ستار اكاديمي بتروحي لها المغرب مخصوص عشان تشوفيها؟ سكينه صح؟ سكينه حبيبتي. يعني لحد المغرب؟ يعني بتروحي لحد المغرب وترجعي؟ ما عنديش مشكله. والعيشه كمان لو بتحبها. الله، ايه المشكله؟ معانا صاحبه جامده جدا، يعني انسانيا وفنيا حد جامد جدا. ربنا يخليكي. طب وجهي لها رساله بقى. سكينه كانت من اقرب الناس ليا وانا جوه ستار اكاديمي، يعني كانت اختي جوه. كنا دايما مع بعض في كل حاجه بنعملها مع بعض. مع سكينه يعني حتى انا خليتها بقت تتكلم مصري الحمد لله ما شاء الله. واتزغرت وكل الحاجات كمان. بوظت البنت على الاخر. فرضتي ثقافتك عليها يعني، لدرجه اهلها بقوا يكلموها سكينه اتكلمي مغربي، انت مغربيه. يا سلام. خلاص نسيت البنت. خلاص طبعنا على بعض من كتر ما احنا من اول يوم سبحان الله. يعني في حد بيبقى فيه كيمستري كده بينك وبينه وبتكمل. ولحد النهارده انا وسكينه بنتكلم مع بعض وبنتقابل. بروح لها المغرب. انا شايفه ان فين في المغرب هي؟ في مراكش. انا بحب مراكش اكتر. جميله طبعا. بيوت الحمراء الجميله. الله. طبعا. بصي انا بشوف البني ادمين هم يعني اغلى حاجه ممكن تبقى في حياتك. يعني هم ثروه البني ادمين، وخسارتهم بشوفها اكبر خساره. يعني انا لما بخسر بني ادم بحزن
يعني خساره، مش يعني زعلنا مع بعض، اختلفنا، ما بقيناش صحاب، بزعل. بتزعلي على العشره؟ بزعل، ما فيش اي حاجه تانية ممكن ازعل عليها اكتر من كده. قمر، انا قلت قمر من الاول بجد يعني. نرجع بقى الفقره بتاعتنا الجامده جدا، اسال روحك. اسال روحك دي يعني قمر. اسال روحك دي من الفقرات اللي انا بحبها. ليه؟ لان هي بتخلي الواحد ايه، بيقول الحاجات اللي ما اتقالتش قبل كده. يعني لما حد بيسالك غير لما انت بتسالي نفسك. وانت بتسال نفسك؟ طبعا كلنا بنسال نفسنا. انا لا، بس والله انا واثقه في نفسي جدا، ما بسالش نفسي. لا، ما اكيد بتسالي نفسك. انا جامده. انا جامده، ما بسالش نفسي. طب خلينا بقى قبل ما نبدا الفقره دي نسمع اسال روحك من رنا. عايزه اقول لك ان دي اكتر اغنيه بحبها لأم كلثوم. هي اغنيه جميله بس قاسيه قوي على الرجاله، بس حقيقيه قوي. بس هم الرجاله يستاهلوا القسوه. هنخش بقى في شريره قوي. لا الرجاله يستاهلوا القسوه. انتوا طيبين يعني؟ احنا ملايكه خالص، ما فيش الكلام ده. انا هديك يعني، واحنا عندنا حاجات وهم عندهم حاجات، بس الاغنيه دي حقيقيه. نسمع اسال روحك. يلا بقى قولي. الله اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني. أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني. كملي. غدرك بيا أثر فيا واتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بداية، وبديت أطوي حنيني إليك واكره ضعفي وصبري عليك، واخترت بعيد وعرفت عاند، واخترت بعيد وعرفت عاند، حتى الهجر قدرت عليه. شوف 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 القسوة بتعمل ايه. الله، في كده، الله، في كده، ما شاء الله، الله، ما شاء الله. انت بتعرفي بتتصرفي في الغنى بطريقه جديده قوي، مش متقلده، فظيعه. على فكره يا جماعه، انا بس عايزه افتن على محمد نجاتي ان هو مطرب قوي جامد جدا وسميع قوي قوي. انا سميع يعني. عشان كده، عشان انا سميع بقول لك انت بتتصرفي في الجمل بطريقه جديده. يعني في ناس مثلا لما تيجي تغني ممكن تلاقيها مثلا بتغني، لا مش قصدي كده، بتغني بطريقه حد